واهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون عن مفرش زهرة عباد الشمس. مفرش سهل جدا وخطواته بسيطة، هنعرف نشتغله. الغرز اللي محتاجينها بسيطة جدا، غرزة الحشو والسلسلة والعمود بلفة. يلا بينا نشوف. انا عملت المفرش الاولاني بالكوتون جولد، اللون الاصفر ورقمه 110. ده اللي انا اشتغلت بيه، واشتغلت بإبرة 275، ودي اللي انا هشتغل بيها في الشرح. بس انا هشتغل لكم بلون تاني علشان يكون اوضح. هشتغل باللون الروز، خيط كوتون جولد برضو رقمه 98. ده اللي حابب يشتغل بنفس الدرجة. طبعا هنحتاج ادواتنا: علامة الغرز، ابرة التشطيب، المقص، والمتر للقياس في الاخر. البداية بتاعتنا، عقدة البداية هنعملها بأي طريقة. ممكن تشتغلوا الدايرة السحرية، وممكن تشتغلوا 4 سلاسل. أنا هنا هشتغل 4 سلاسل وأقفل بمنزلقة، وده هيكون بداية الدور الأول أو الدور رقم 1. هنرتفع سلسلة، وده للمبتدئين لو هيتلخبطوا. أنا هنا اشتغلت غرزة حشو على طول جوه الدايرة بتاعتي والحلقة بتاعتي، وبعد كده ارتفعت بسلسلتين، دول بمثابة أول عمود اللي هم غرزة الحشو و2 سلسلة. هشتغل بعد كده 11 عمود بلفة في نفس الدايرة، يعني المجموع 12 عمود. هكمل وارجع لكم بالشكل ده كده. هنا هنقفل في تاني سلسلة بغرزة منزلقة علشان نقفل الدور على 12 عمود. كده يبقى خلصنا الدور الأول من المفرش بالشكل ده كده. طبعا بشد الخيط بتاعي علشان أقفل على الدايرة. يلا مع بعض نشوف الدور الجديد. الدور رقم 2 هنبتدي من نفس مكان غرزة المنزلقة، هنشتغل فيها غرزة حشو من غير أي ارتفاع بالشكل ده كده. وبعد كده هنشتغل 3 سلسلة، وده بمثابة أول عمود ومسافة سلسلة. بعد كده هلف الخيط على الإبرة واشتغل في كل غرزة 2 عمود بلفة وسلسلة مسافة بالشكل ده كده. دايما تاني غرزة أو تاني عمود عندنا هنا بيبقى ضيق شوية، هشتغل فوق كل غرزة أو فوق كل عمود 2 عمود بلفة مسافة سلسلة بالشكل ده كده. طبعا كل الدروس الأساسية هسيبها لكم فوق في الآي وتحت في صندوق الوصف. هنا المجموع بتاع العواميد عندي في الدور ده هيبقى 24 عمود و12 فراغ واحد سلسلة. هكمل وارجع لكم. وصلت هنا لآخر الدور بعد فراغ السلسلة، أو إن أنا عملت سلسلة مسافة. هلف الخيط على الإبرة وأدخل في غرزة الحشو اللي أنا عملتها في أول الدور، واشتغل فيها غرزة عمود بلفة، وبعد كده أقفل بمنزلقة في تاني سلسلة بالشكل ده كده. كده أبقى خلصت الدور رقم 2. علشان أشتغل الدور رقم 3 هشتغل غرزة منزلقة في فراغ الواحد سلسلة علشان أبتدي الدور رقم 3. هشتغل غرزة حشو في نفس الفراغ، وممكن أحط علامة غرز لو أنا هتلخبط بالشكل ده كده. بعد كده هشتغل 5 سلاسل، واشتغل غرزة حشو في الفراغ واحد سلسلة اللي بعده. وده هيبقى التكرار بتاعي، ان انا بشتغل غرزة حشو في الفراغ واشتغل بعديه 5 سلاسل، وفي الفراغ اللي بعده اشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده. هيبقى عندي 12 فراغ، 5 سلاسل، و12 غرزة حشو، علشان اللي بيتابع معايا بالأعداد يبقى متأكد ان شغله مظبوط. خلصت الدور للآخر. انا هنا مش هعمل 5 سلاسل، هشتغل 2 سلسلة وغرزة عمود بلفة
وده هيكون بديل ال5 سلاسل. هقفل بغرزة العمود بلفة في غرزة الحشو علشان ابقى في نص الفراغ بالظبط، ومحتاجش ان انا اشتغل بمنزلقة للفراغ الجديد. يعني 2 سلسلة وغرزة عمود بلفة، ده بديل ال5 سلاسل. علشان نبتدي الدور رقم 4 هنشتغل 3 سلسلة وهنعمل تناقص 2 عمود بلفة بالشكل ده كده، اللي هو بشتغل غرزة عمود ومش بكملها، وعملت عمود تاني غرزة عمود ومش بكملها، وبسحب منهم كلهم، وبعد كده بعمل 5 سلاسل. بعد كده في الفراغ اللي بعده هشتغل تناقص 3 غرزة عمود بلفة. يعني هعمل أول غرزة عمود مش بكملها، وتاني غرزة عمود مش بكملها، عندي حلقتين على الإبرة، بلف الخيط واشتغل تالت عمود مش بكمله، هيبقى عندي 4 حلقات على الإبرة، بسحب منهم كلهم، وده تناقص 3 عمود بلفة. بعد كده هكمل التكرار بتاعي اللي هو 5 سلاسل، وفي كل فراغ يقابلني هشتغل تناقص 3 عواميد بلفة، اللي هو بعمل 3 عمود بلفة ومش بكملهم، وبعد كده بسحب منهم كلهم، وبعدين اشتغل السلاسل بتاعتي بالشكل ده كده. ده التكرار بتاعي. هكمل وارجع لكم علشان نتأكد ان احنا شغالين صح. هيبقى عندنا 12 فراغ 5 سلاسل و12 مجموعة تناقص 3 غرزة عمود بلفة. وعلشان انهي الدور هعمل بديل ال5 سلاسل اللي هو 2 سلسلة، واقفل بعمود بلفة في السلسلة رقم 3 بالشكل ده كده. علشان ابتدي الدور الجديد دور رقم 5، في نفس الفراغ بشتغل غرزة حشو 2 سلسلة، ودول بمثابة أول عمود، بشتغل جنبهم 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. بلف الخيط على الإبرة، بعد كده بشتغل في الفراغ اللي بعده 3 عمود بلفة من غير أي فواصل أو سلاسل في النص. بعد كده هنشتغل 5 سلاسل بالشكل ده كده. وفي الفراغين اللي بعد كده كل فراغ فيهم هشتغل 3 عمود بلفة، ومفيش مسافات ما بينهم. يعني كده ده أول فراغ هيقابلني هشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة بالشكل ده كده. ألف الخيط وأدخل في الفراغ اللي بعده على طول وأشتغل 3 عمود بلفة. يبقى التكرار عندي إن أنا بشتغل في فراغين، كل فراغ فيه مجموعة من 3 عمود بلفة. بعد ما خلص مجموعتين بشتغل 5 سلسلة، المسافة ما بينهم. المجموعتين اللي بعد كده 3 عمود بلفة ومسافة 5 سلسلة. هكمل للآخر وارجع لكم. هنا وصلت لآخر الدور، هشتغل في السلسلة رقم 2 واقفل بمنزلقة بعد ما عملت 5 سلاسل. هنا مش هنشتغل بديل ال5 سلاسل لأن احنا هنشتغل فوق الغرز نفسها. هنا أنا بوضح لكم على المفرش الأصفر اللي أنا عملته في الأول، احنا هنا بنشتغل مجموعتين وبعدين ما بينهم الفراغ، مجموعتين وما بينهم الفراغ، علشان تبقوا شايفين احنا وصلنا في أي مرحلة. دلوقتي الدور الجديد رقم 6، بعد ما قفلنا بمنزلقة هنشتغل في نفس المكان بغرزة حشو، وبعد كده اشتغل 2 سلسلة، وده بمثابة أول عمود بلفة، وهشتغل في نفس المكان غرزة عمود بلفة تانية. بعد كده هشتغل في ال4 غرز الجايين 4 عمود بلفة، بس الأول هحط علامة الغرز. ممكن تحطوها في تاني سلسلة، ممكن تحطوها في أول عمود. هنا حرية الاختيار إن أنا أقفل في تاني سلسلة أو أول عمود. بعد كده هشتغل في ال4 غرز الجايين كل غرزة فوقيها عمود بلفة. تاني غرزة دايما بعد سلاسل الارتفاع بتبقى ضيقة، ناخد بالنا منها كويس. هنشتغل فيها أول غرزة عمود بلفة،
تاني عمود بلفة، التالت، الرابع. آخر غرزة هنشتغل فيها غرزة تزايد، اللي هو هنعمل غرزتين عمود بلفة بالشكل ده كده. بعد كده هنشتغل 4 سلسلة غرزة حشو، 4 سلسلة في فراغ ال5 سلاسل عشان نبدأ نكون فراغات صغيرة. 4 سلسلة غرزة حشو، 4 سلسلة. من هنا هيبتدي التكرار، ان انا في اول غرزة هشتغل غرزتين عمود بلفة اللي هو تزايد. فوق اول عمود هشتغل غرزتين عمود بلفة، وهشتغل في الاربع غرز الجايين كل غرزة فوقيها عمود بلفة، واخر غرزة هشتغل فيها التزايد بتاعي. هنا بوضح لكم التزايد والاربع غرز، واخر غرزة بنعمل فيها تزايد 2 عمود بلفة. يبقى التكرار بتاعي بعد كده هيبقى الفواصل او الفراغات اللي هم 4 سلسلة غرزة حشو، 4 سلسلة في فراغ ال5 سلسلة من السطر اللي قبله، وبعد كده بشتغل عدد العواميد اللي عندي هنا مجموعتين. هشتغل في اول عمود غرزتين تزايد، وفي اخر عمود غرزتين تزايد، وفي الاربع غرز اللي في النص كل غرزة فوقيها عمود. هفضل اكمل التكرار ده للاخر، وطبعا منساش الفراغات. هنا هعمل الفراغ بعد ما خلصت ال6 تكرارات بتوعي، 4 سلسلة غرزة حشو، 4 سلسلة، وهقفل بمنزلقة في السلسلة رقم 2 بالشكل ده كده. يا رب تكون واضحة قدامكم. طبعا علامة الغرز هنا مهمة، انها بتورينا مكان اللي احنا هنبدأ منه او نقفل منه الدور بتاعنا. وده شكل المفرش لغاية الدور رقم 6. عندنا 6 مجموعات اللي هنكون بعد كده بيهم الشكل الماسة بتاع المفرش أو شكل زهرة عباد الشمس. هنا في الدور الجديد هشيل علامة الغرز واشتغل في نفس المكان غرزة حشو و2 سلسلة بمثابة أول عمود. بعد كده في ال7 غرز الجايين هشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة. أهم حاجة منساش الغرزة رقم 2 عشان بتبقى ضيقة دايما بعد سلاسل الارتفاع. هشتغل 7 عمود بلفة بالشكل ده كده. وبعد كده هشتغل غرزة عمود في الفراغ الأولاني اللي هو فراغ ال4 سلسلة من الدور اللي قبله. خدوا بالكم كويس من أماكن الزيادات علشان محدش يتلخبط والشكل يبقى مختلف معاه. بعد كده هنشتغل 8 سلاسل، وبعد ال8 سلاسل هنلف الخيط على الإبرة وندخل في فراغ ال4 سلاسل اللي بعدهم نشتغل غرزة عمود بلفة قبل المجموعة اللي بعدها بالشكل ده كده. هنشتغل هنا فوق
كل عمود غرزة عمود بلفة. وبعد كده هنشتغل في الفراغ بعد ما يخلصوا هنشتغل فيه غرزة عمود بلفة. يعني هنشتغل هنا 8 عواميد، غرزة فوق كل غرزة بعد ما عملنا الغرزة الأولانية في فراغ الأربع سلاسل، وهنعمل واحدة زيها في فراغ الأربع سلاسل اللي بعدهم. يبقى التكرار عندي 10 عواميد، غرزة في الفراغ قبل المجموعة، 8 عواميد، وغرزة عمود بلفة في الفراغ التاني، وما بينهم طبعا 8 سلاسل. أهم حاجة ما ننساش ال8 سلاسل عشان دول هيبقوا أساس اللي هنبني عليه الأدوار اللي بعد كده. هشتغل الفراغ، عمود في الفراغ، اشتغل العواميد بتاعتي، عمود في الفراغ، 8 سلاسل، وهكذا. طبعا تقدروا تخلوا المقطع يبقى ماشي ببطء شوية علشان تشوفوا الخطوات بالتفصيل. أنا هنا خلصت ووصلت لنهاية الدور، اشتغلت 8 سلاسل، ومنساش ان انا هشتغل غرزة عمود بلفة علشان يبقى مجموع العواميد اللي انا اشتغلتهم 10. 8 اساسيين وواحدة زيادة في الفراغ الاولاني وواحدة زيادة في الفراغ التاني. هشيل علامة الغرز، ممكن اقفل في السلسلة رقم 2 وممكن اقفل في العمود الاولاني بالشكل ده كده. يا رب يكون واضح. الدور اللي بعد كده اللي هو الدور رقم 8 هيبقى هنا مختلف شوية. هنرجع بالإبرة لورا ونشتغل في آخر عمود غرزة حشو 1 سلسلة، علشان في السطر ده هنبدأ نعمل تناقص. ممكن لو هتتلخبطوا تشتغلوا في أول عمود التناقص ده اللي هو غرزة حشو 1 سلسلة وجنبيه التناقص اللي هنبدأ نشتغل فيه. بعد كده عندنا في ال6 عواميد الجايين أو ال6 غرز الجايين هنشتغل 6 عمود بلفة بالشكل ده كده. غرزة فوق كل غرزة لغاية ما اوصل لآخر غرزتين في العواميد بتوعي. هشتغل غرزة تناقص للعمود بلفة اللي هو بشتغل 2 عمود من غير ما اكملهم، وبعد كده خدهم كلهم في لفة واحدة. اشتغل غرزة عمود من غير ما اكملها، والغرزة اللي بعدها اشتغل غرزة عمود من غير ما اكملها، 3 حلقات على الإبرة، ألف الخيط واسحب منهم كلهم. هنا أنا عملت تناقص في الأول عن طريق غرزة الحشو 1 سلسلة، بحط علامة الغرز في أول عمود، هو ده اللي أنا هقفل فيه. وبعد كده هشتغل المسافات بتاعتي. المسافات بتاعتي هتكون عبارة عن 5 سلاسل غرزة حشو 3 مرات، 5 سلسلة غرزة حشو ادي اول مرة، 5 سلسلة غرزة حشو تاني مرة، و5 سلسلة بعد كده. هنا هيكون عندي من التكرار ده 3 فراغات، 5 سلسلة غرزة حشو، 5 سلسلة غرزة حشو، 5 سلسلة غرزة حشو بالشكل ده كده. هنا التكرار من الوحدة رقم 2 لغاية ما نوصل لآخر الدور هيبقى أسهل. هشتغل غرزة تناقص في أول غرزتين أو أول عمودين وآخر عمودين، وهبتدي أشتغل عدد العواميد اللي في النص عواميد غرز فردي عادي. هشتغل أول تناقص بتاعي، هدخل في أول غرزة اشتغل غرزة عمود مش هكملها، وفي الغرزة اللي بعدها برضو هشتغل غرزة عمود مش هكملها. بعد كده هشتغل في ال6 غرز اللي بعد كده 6 عواميد بلفة، غرزة فوق كل غرزة لغاية ما اوصل لآخر غرزتين هشتغل فيهم تناقص بتاعي زي ما عملت في أول غرزتين. يا رب يكون واضح. أهم حاجة ما تلخبطش علشان أوصل لآخر غرزتين واشتغل فيهم التناقص مظبوط. بفضل أكمل شغل لغاية ما أوصل لآخر غرزتين أشتغل فيهم التناقص بتاعي،
وبعد ما بخلص بعمل الفراغات التلاتة اللي هما 5 سلسلة غرزة حشو، 5 سلسلة غرزة حشو، 5 سلسلة في فراغ ال8 سلاسل. علشان كده بكون 3 فراغات جديدة، وبفضل أكرر. بشتغل التناقص 6 غرز عمود بلفة تناقص، بعد كده 3 فراغات، 5 سلسلة غرزة حشو، 5 سلسلة غرزة حشو، 5 سلسلة غرزة حشو. وبفضل أكرر التكرار بتاعي ده لغاية ما اوصل لآخر الدور. احنا هنكررها 6 مرات، اوريدي خدنا منهم 2، وانتوا هتكملوا ال6 تكرارات علشان يبقى مجموع العمود اللي احنا بنشتغله 8 عواميد، وعندنا 3 فراغات، 5 سلسلة حشو، 5 سلسلة حشو، 5 سلسلة. اهم حاجة تشتغلوا وانتوا بتركزوا علشان ما تنسوش اي غرزة او تطلع غرزة زيادة او غرزة ناقصة. هنا انا خلصت الدور رقم 8، بشيل علامة الغرز، وبعد ما عملت اخر 5 سلسلة هقفل بغرزة منزلقة في العمود الاولاني بالشكل ده كده. قربت لكم شوية. هنا الدور اللي بعد كده رقم 9، غرزة حشو وواحد سلسلة اللي هي بمثابة اول عمود، وبرضو ده التناقص بتاعي الاولاني اللي هو تناقص اول غرزتين. بعد كده هشتغل 5 عواميد في ال5 الغرز الجايين. هنا لو لاحظتوا ان الدور عدد العواميد بيقل وعدد الفراغات هيزيد. هنا هشتغل 5 عمود في 5 فراغات، وانا ابتديت اوريدي بالتناقص. في اخر غرزتين هشتغل تناقص، غرزتين عمود بلفة مش بكملهم، وبعد كده يبقى عندي 3 حلقات على الابرة، الف الخيط واخرج منهم كلهم. هنا عدد الفراغات هيزيد، هيبقى عندنا 5 سلسلة. في أول فراغ هدخل وأعمل غرزة حشو، بعد كده أشتغل 5 سلسلة، أدخل في تاني فراغ وأعمل غرزة حشو، 5 سلسلة، وأدخل في تالت فراغ وأعمل غرزة حشو، وبعد كده هشتغل 5 سلسلة. يبقى هنا أنا كونت 4 فراغات. يبقى هنا السطر ده رقم 9 عدد العواميد بقى ناقص 1 والفراغات زادت 1. هنا بشتغل بعد كده ألف الخيط واشتغل التناقص بتاعي في أول غرزتين. هشتغل بعد كده في ال4 غرز الجايين كل غرزة فوقيها عمود بلفة. هنا العدد مختلف عن أول حاجة عملناها، بس ده التكرار اللي هنكرره في ال4 مرات اللي جايين. هنا هنشتغل في ال4 غرز، غرزة فوق كل غرزة، 4 غرز عمود بلفة، وآخر غرزتين هشتغل فيهم تناقص. وبعد كده هشتغل الفراغات بتاعتي ال4 فراغات، 5 سلاسل غرزة حشو 4 مرات علشان أزود الفراغات فراغ زيادة. اللي هو الدور اللي فات كانوا 3، الدور ده اللي احنا بنشتغل فيه رقم 9 4 فراغات. وطبعا بعمل تناقص 4 غرز عمود بلفة وتناقص. عندي هنا 6 تكرارات، والتكرار الواحد فيه 6 عواميد والأربع فراغات اللي هما 5 سلسلة والحشو، علشان تبقي متأكدة ان شغلك مظبوط. هنا عملت 4 فراغات، هبتدي اعمل تناقص في اول غرزتين، والاربع غرز الجايين كل غرزة فوقيها غرزة عمود بلفة، واخر غرزتين بشتغل فيهم غرزة تناقص، وبعد كده بشتغل الاربع فراغات فوق ال3 فراغات. بفضل اكمل لغاية ما اوصل لاخر الدور. هنا انا عملت اخر 5 سلسلة اللي هو الفراغ الرابع، هقفل بمنزلقة في العمود الاولاني بالشكل ده كده.
الدور الجديد رقم 10 و11 و12 هيبقوا نفس الكلام، اللي هو بدخل في أول غرزة وبعمل غرزة حشو 1 سلسلة. ده الدور رقم 10 بمثابة التناقص الأولاني لغرزتين عمود. بشتغل في 3 غرز غرزة عمود فوق كل عمود، وآخر غرزتين هشتغل فيهم تناقص زي ما هتشوفوا كده. 3 عمود، غرزة فوق كل غرزة، وآخر غرزتين بشتغل فيهم تناقص. بالشكل ده كده. طبعا منساش احط علامة الغرز في اول عمود. بعد كده هشتغل 5 فراغات، 5 سلسلة وغرزة حشو في الفراغ، 5 سلسلة غرزة حشو في الفراغ، 5 سلسلة غرزة حشو في الفراغ، 5 سلسلة غرزة حشو في الفراغ، و5 سلسلة علشان أكون 5 فراغات. بعد كده ده اللي هنبتدي نكرر بقية الدور عليه. هنا هشتغل في أول غرزتين تناقص، وبعد كده غرزتين عمود، غرزة فوق كل غرزة، وآخر غرزتين هشتغل فيهم تناقص. طبعا التناقص ده بيبقى غرزة واحدة، بعد كده غرزتين عمود، وآخر غرزتين بشتغل غرزة تناقص في آخر غرزتين. هنا عندي 4 عمود و5 فراغات. بعد ما اخلص غرز العواميد بتاعتي والتناقص بشتغل الفراغات بتاعتي لغاية ما اعمل 5 فراغات، وبعدين ابتدي تناقص غرزتين واشتغل غرزتين واعمل تناقص غرزتين، اللي هو 4 عواميد هشتغلهم، والفراغات بتاعتي 5 فراغات بالشكل ده كده. هكمل بقية الدور لغاية ما اوصل لعلامة الغرز. طبعا علامة الغرز ببقى خلصت ال5 فراغات، وعندي اخر 5 سلسلة هدخل بغرزة منزلقة في اول عمود بالشكل ده كده. الدور رقم 11 في نفس المكان بشتغل غرزة حشو 1 سلسلة، ده بمثابة أول تناقص. هشتغل غرزة عمود واحدة، وبعد كده هشتغل تناقص في آخر غرزتين. بس أهم حاجة منساش أحط علامة الغرز في أول عمود، وده طبعا مهم بالنسبة للمبتدئين. هنا هشتغل تناقص. يبقى هنا مجموع الغرز عندي 3. هنا ال5 فراغات هيبقوا 6 فراغات، 5 سلسلة حشو و5 سلسلة حشو، 5 سلسلة حشو و5 سلسلة حشو و5 سلسلة حشو و5 سلسلة. هنا هيبقى عندي تناقص مرتين. هنا خلصت 6 فراغات، 5 سلسلة حشو. بعد ال5 سلسلة هلف الخيط على الإبرة، أول غرزتين هشتغل فيهم تناقص، والغرزتين اللي بعد كده هشتغل فيهم تناقص. وهنا يبقى مجموع العواميد اللي عندي بعد التناقص 2 عمود، وده علشان اللي بيمشي خطوة بخطوة يتأكد انه خطواته مظبوطة بالشكل ده كده. هكرر الفراغات ال6 اللي هو 5 سلسلة حشو علشان اكون 6 فراغات، وبعد كده هشتغل غرزتين تناقص. اول غرزتين هشتغل فيهم تناقص، وتاني غرزتين هشتغل فيهم تناقص. بعد كده الفراغات بتاعتي اللي هم 6 فراغات، اكمل لنهاية الدور لغاية ما اوصل لعلامة الغرز. بشيل علامة الغرز واكون عملت اخر 5 سلسلة. هدخل في اول عمود واقفل بمنزلقة بالشكل ده كده. والدور الاخير هيكون رقم 12، نفس الكلام اللي هو بطلع بغرزة حشو 1 سلسلة هي التناقص بتاعي، وهشتغل
غرزة عمود واحدة، لأن هيبقى عندي باقي غرزة واحدة فهشتغل فيها عمود واحد. فهنا كأني قفلت وبقى عندي عمود واحد. هنا الفراغات بتاعتي هتبقى 7 فراغات، 5 سلسلة حشو لغاية ما أكون 7 فراغات. لما أوصل للأخيرة هلف الخيط واشتغل تناقص مرة واحدة، لأن هيبقى عندي غرزتين هشتغل فيهم تناقص واحد اللي هي بمثابة عمود واحد. وكده ببقى قفلت شكل الزهرة أو شكل الماسة بتاعتي اللي أنا بكونها في المفرش. بعد كده هشتغل الفراغات بتاعتي ال7 فراغات والتناقص بتاعي مرة واحدة، وبعدين ال7 فراغات تناقص وال7 فراغات بكررهم كمان 4 مرات علشان هما مجموعهم 6. بوصل لغاية آخر الدور وبيكون عندي آخر حاجة اشتغلتها ال5 سلاسل. هقص الخيط بمسافة كافية واشيل الإبرة واشد الخيط بتاعي، وبعد كده ألضم الخيط في الإبرة بتاعة التنظيف علشان أقفلها قفلة مظبوطة بالشكل ده كده. هدخل بالإبرة في حرف الفي بتاع العمود واشد، وبعد كده أدخل في نفس السلسلة اللي أنا خرجت منها بالشكل ده كده. أنا قربت لكم علشان تبقى واضحة أكتر. بدخل في السلسلة اللي أنا خرجت منها وببدأ بعد كده أخفي الخيط بتاعي، وطبعا منساش خيط البداية إن أنا أخفيه ورا الشغل. بتبقى إخفاء الخيط رايح جاي علشان يبقى خيط تقفيله متأمن ومظبوط. وده شكله بعد ما خلصنا ونضفنا الخيط. مفرش سهل جدا، مقاسه 23 سنتي. يا رب يكون الشرح كان واضح وسهل وبسيط. اللي عنده أي سؤال أو أي استفسار يكتب لي تحت في التعليقات. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ولو أول مرة تشوفوني اعملوا اشتراك أو سبسكرايب، ولو شايفينه مفيد اعملوه شير لأصحابكم، وما تنسوش تفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد بنزله. أشوفكم الفيديو الجاي على خير.